أسعد الله مساءكم دائما ونشرة أخبار 25 حفيظة من ملجأ الأسرة السعيدة بسجن وادي النطرون. نحن نرى الأخبار من وجهة نظرنا وننقلها إليكم. وإلى عناوين الأخبار: تكريم الخشب في عيد اليتيم، رابطة جديدة باسم مساجين مصر الحرة، أحدث إنتاج سينمائي لشركة باد نيوز، الدهشة تصيب معجبي الفنان محمود العسيلي، وأخيراً دمج نقابتي المكواجية والتطبيقيين. وإلى تفاصيل الأخبار. قرر مجلس الطفولة في عيد اليتيم تكريم الخشب لأنه حول الله مقطوع من شجرة ومالوش جذور ولا أسرة تضلل عليه، ولأن الخشب كان وما زال مهم جدا في حياتنا. قرر المجلس منحه نشارة الشجاعة من الدرجة المجزعة. حضر حفل تكريم نجوم المجتمع فروع، وعلى رأسهم الفنانة سمية الخشاب والنجم هادي خشبة اللي فلق الهدايا على الأطفال. على هامش الحفل الفرقة الخشبية بقيادة المايسترو سرير دولاب بعزف مقطوعة على الكونترباس صاحبتها أغنية عاشق اللوح. وقد سلم شهادات التقدير كل من أبلة فضيلة وأبلة كاش. أجيب سيرة نجم الجير عشان معجبين وبيزعلوا. رغم أول مسرح البنات بدأ يغمى عليها ونادوله يتيمو. تجمهر عدد كبير من المساجين مطالبين بتكوين رابطة لهم باسم رابطة مساجين مصر الحرة، لأن هم شايفين إن هم غلابة ومساجين. وقد قال المتحدث الرسمي باسم الرابطة الأستاذ فاضل جمعة ويطلع إن ده هيأهلهم إن هم يكونوا أفراد عاديين في المجتمع، لدرجة إن هم هيعرضوها على البرلمان وهينشلوها في الصحيفة الرسمية، وإن الرابطة دي هتكون سابقة من نوعها وهتوفر لهم حياة جريمة. محتاجين إنسان محترم ومؤبد وابن ناس. بهذه المناسبة أقام المساجين حفل جنائي كبير في برش الجزيرة، أحياه المطرب واخد إفراج بأغنية ساجن قصادي. وقد صاحب الحفل عشاء مكون من خضار مسروق ومكرونة باللصوص. الحفل كان مسجل وهيتذاع على قناة التخشيبة. بس يا ترى هل هيتحقق؟ سيدات المشاهدين فاصل إعلاني ونعود. أرجوكم ابقوا معنا. وتزامنا مع عيد اليتيم تفخر شركة باد نيوز بتقديم أحدث إنتاجها السينمائي فيلم ليلة البيبي الدهول، اللي بيحكي تفاصيل الليلة اللي قضاها البيبي الدهول اللي بيعيط لأنه مش لاقي حد يحتفل معاه بيوم اليتيم. البعض بيرجع السبب لأن البيبي الدهول عيل سئيل وغلس ومحدش طايقه. كاميرا النشر ما سابتوش وقررت تحتفل معاه بيوم اليتيم. كل سنة وانت يتيم ومحدش بيعبرك خالص يا حبيبي. تفتكر ليه محدش جه النهارده يحتفل معاك بيوم اليتيم؟ انت مالك؟ بعدين يتيم ده يتيم طول السنة مش يوم واحد وبس. طيب تقدر تقبل مني الهدية المتواضعة دي؟ هات كاس القرف. بتهيألي كده واضح ليه محدش جه يحتفل بيوم اليتيم. كان معكم سعد اليتيم من لوكيشن أول يوم تصوير لفيلم ليلة البيبي الدهول. حالة من الدهشة أصابت معجبي الفنان محمود العسيلي لما لقوه راكب فوق عربية ربع نقل وماسك ميكروفون وبينادي كان في بنت اسمها طلعت اتخطفت في المنوفية. ولما سألوه أوصافها إيه قال لهم كانت شبه الحيوانات عندها دلو كمان شنبات. فواحدة قالت له إن هي شافت بنت بنفس المواصفات دي بترمي طوب على العيال، قال لهم يبقى هي لأن هي مجنونة. وبالفعل قعدوا يدوروا عليها لحد ما لقوها ماسكة عصاية وماشية قدامها طابور صراصير صراصير صراصير. بعد فشل المكواجية في تأسيس نقابة ليهم تقرر دمجهم مع نقابة التطبيقيين، وده تطبيقا لمبدأ التكامل بين النقابتين. أكد صاحب الفكرة
إن ده كان المفروض يحصل من زمان، لأن ده شيء بديهي ومعروف بالفطرة. كمان قال أنا طول عمري أساور على التطبيقيين وأقول دول إخواتنا ومن اللياقة إن إحنا نندمج. فقد شكل الطرفين لجنة يوم الخميس الماضي لفرد مشاكلهم وبحث كيفية بخ دماء جديدة لكي يصلوا لتفاهم في فترة قصيرة، لكن الحمد لله مفيش أي حد اعترض وبقوا على الاتفاق، واتفق كل طرف على عدم تعليق أخطائه على شماعة الطرف الآخر. وصلنا دلوقتي لميعاد سؤال الحلقة، وسؤال حلقة النهاردة بيقول: بماذا تفسر انحناء أوباما قدام ملك السعودية؟ 1. كان بيوطي يجيب حاجة من على الأرض. 2. كان معاه حقنة العضل. 3. اتعلم من اللي حصل لبوش وكان بيأمن على جزمة الملك. لو عرفت الإجابة اقعد ادعي المنتظر الزايدي، لأنه هو اللي وضح لنا وبين لنا قيمة الجزم. إلى هنا سيداتي سيداتي اللي مش فالحين غير في أكل الذرة والفول الحراتي تنتهي نشرة أخبار 25. إلى أن نلقاكم غدا، مسوا بالعافية. نشرة أخبار 25 هيقدمها لكم راجل عاقل مش مجنون. نشرة أخبار 25 هيقدمها لكم راجل عاقل مش مجنون، بس الأخبار بيشوفها بعينه هو، أخبار الدنيا حوالينا بره وجوه، يتمشوا في لواء ولذيذة، نهدي أحلام سيد أبو حفيظ.